ليه إيران ضربت الدول؟ طبعا هو التصرف ده من إيران. هو طبعا إن شاء الله يعني ربنا يستر أهلنا في الخليج ويعني ويعينهم طبعا ونتمنى لهم كل خير. بس ليه إيران ضربت القواعد الأمريكية؟ بص، هو مبدئيا كده هي إيران بتعمل حاجة في السياسة، بتحاول تخلي التمن بتاع الهجوم عليها عالي جدا على العالم كله. تمام. لأن أنت أي حرب عندك كل طرف فيها بيبقى عنده أوراق بيلعب بيها. إيران مش ممكن تجابه أمريكا خالص كقوة عسكرية، وبالذات أمريكا وإسرائيل، لأن إسرائيل بتوفر لأمريكا قاعدة متقدمة جدا لإيران، وإيران ما عندهاش القدرة إن هي توصل للأراضي الأمريكية بالصواريخ اللي عندها. تمام. فبالتالي إيران بتستخدم منطق الأرض المحروقة. يعني إيه؟ يعني لا أنت هتنتفع ولا أنا هنتفع لو إحنا الاتنين ما انتفعناش. بتيجي النهاردة مثلا إيران عندها مجموعة من البنية التحتية اللي هم بتخدم على أهل البلد، وبتخدم على الجيش الإيراني ومنظومة في البلد. النهاردة ترامب وأمريكا لما جم ضربوا في إيران، هم ابتدوا يموتوا كل قادة الصف الأول في إيران اللي هو المرشد الإيراني، قتلوا وزير الدفاع، موتوا ناس كتيرة جدا من قادات الصف الأول في إيران. اللي حصل، إيران لازم يكون ليها رد، لأن أنت النهاردة عندك في أي دولة في الدنيا ليها هيبة. تمام. الهبة دي لو انكسرت يبقى خلاص مبقاش للدولة وجود. إيران طبعا معروف إن هي دولة مرجعية دينية، يعني المرشد الأعلى ده هو في نفس الوقت هو قائد الدولة وهو الرمز الديني ليهم للشيعة. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما تموت المرشد اللي هو الرمز الديني وفي نفس الوقت رأس الدولة؟ لازم يكون في رد فعل عنيف من الدولة دي، تحفظ هيبتها وكرامتها قدام الشعب بتاعها، لأن هي دي الرولينج باور هناك. لما انت النهاردة تيجي تضربني وتموت لي الرموز بتاعتي سواء الدينية أو القيادية، قيادات الصف الأول كلها، وأنا مش عارف أرد عليك في أرضك ولا عارف أماتش معاك في نفس القدر. يعني انت النهارده انت لازم العين بالعين والسن بالسن. يعني انت النهارده موتت لي الرئيس، وموت لي القائد الفعلي للبلد، وموت لي قادات الصف الأول، موت لي رئيس المخابرات، وزير الدفاع، آم، ناس كتيرة جدا هم التوب تير في البلد. طب أنا محتاج أرد إزاي؟ أنا المفروض أعمل معاك نفس اللي أنت عملته معايا، بس أنا حرفيا غير قادر إن أنا أعمل كده، لأن مفيش طبعا. أنت أمريكا وإيران بعاد جدا عن بعض، وأكبر أكبر أكبر صواريخ إيران مدى ما تعرفش توصل للأراضي الأمريكية، ولا حتى توصل تقريبا نص المسافة. طيب ايه اللي قدام ايران ان هي تعمله؟ قدام ايران ان هي تبتدي تغير حاجة اسمها معادلة الردع في المنطقة، اللي هي ايه؟ دول الخليج النهاردة موجود عندها القواعد الامريكية، في اتفاق ضمني ان القواعد دي موجودة عشان تحمي دول الخليج. تحميها من ايه او تحميها من مين؟ تحميها من اي تدخل خارجي، بس الاولوية طبعا اللي كانوا شايفينه دول الخليج تهديد امني هو ايران. طيب إيران النهارده بتعمل إيه؟ هي بتكسر معادلة الردع ديّة، بتبوّظ الكلام دوّة، بتبوّظ الكلام ده على أمريكا. إزاي؟ أنت النهارده بتوعد الدول الخليجية بالأمان عشان أنت سايب قواعد أجنبية عندهم. أنا لمّا آجي أضرب القواعد الأمريكية ديّة، الدول الخليجية بالتالي هم عايزين يضغطوا على الدول الخليجية إن هي تطرد القواعد الأمريكية أو يطردوا الوجود الأمريكي، يلغوه، بما إن الوجود الأمريكي ما ترتبش عليه الأمان بتاع الدول دي. فدي أول نقطة. تاني نقطة، إن إيران بتضرب القواعد ديّة لإن القواعد دي فيها منظومة رادارات قوية جدًا، بتقدر تشوف وتكشف الأهداف الجوية اللي هي الصواريخ الإيرانية أو الطيارات الإيرانية أو أي حاجة في المجال الجوي الإيراني أول ما تطلع من إيران. فبالتالي لمّا إيران تبتدي تضرب الصواريخ بتاعتها على إسرائيل أو على أي قاعدة هي بتستهدفها، بتبتدي أمريكا تلقط الحاجات دي وتدّي تحذير مبكر بفترة كبيرة قبل ما الصواريخ دي توصل للأرض اللي هي مستهدفاها أو للنقطة اللي هي مستهدفاها. فإيران بضربها مجموعة الرادارات ديّة اللي هي في رادارات منها رادار واحد كسر $1,000,000، قدرت إن هي تحيّد منظومة إنذار مبكر موجودة في دول الخليج، كانت ممكن تعيق الصواريخ الإيرانية إن هي توصل للأهداف بتاعتها وتعترضها، فبالتالي تقلل الضرر اللي ممكن إيران تعمله لإسرائيل أو لغيرها. تمام. فدي تاني نقطة. تالت نقطة إن إيران
بتستهدف القواعد العسكرية أو بتستهدف الأماكن ديّة في دول الخليج عشان تبتدي في حاجة اسمها منظومة دفاع جوي. منظومة الدفاع الجوي ديّة لمّا تيجي تضرب صاروخ أو تيجي تضرب طيارة مسيرة أو تضرب أي حاجة، منظومة الدفاع الجوي دي بتبتدي تطلّع صاروخ يضرب ال آمم يضرب الهدف بتاعه في الجو، تمام. طيب إيه اللي حصل في حرب ال12 يوم اللي فاتت؟ يعني كان في حرب حصلت بين إيران وإسرائيل قعدت 12 يوم، سموها حرب ال12 يوم، قبل الحرب اللي إحنا فيها دلوقتي. اللي حصل إن ابتدت منظومات الدفاع الجوي اللي موجودة في كتير من الدول اللي موجودة بين إيران وإسرائيل تعترض الصواريخ والمسيرات اللي بتروح إسرائيل. فبالتالي أنت النهارده عشان تخترق منظومة الدفاع الإسرائيلية أنت لازم، هي منظومة الدفاع الإسرائيلية بتقدر تعترض الصواريخ أو أغلبية الصواريخ، ولكن ما تقدرش تعترض لو في كم كبير من الصواريخ، ليها حد أقصى. فاللي بيحصل إن هو إيران بتضرب مجموعة صواريخ كبيرة جدًا عشان تغرق منظومة الدفاع الإسرائيلية، ففي صواريخ تفلت فتنزل تضرب الأهداف. طيب إيه اللي بيحصل؟ إن في كتير من الصواريخ وهي طايرة من الجو من إيران لإسرائيل بتتضرب في الجو، فبالتالي قوة وفعالية الصواريخ دي بتقل، لأن عدد الصواريخ اللي بيوصل لإسرائيل أقل. فابتدت إيران تضرب في مجموعة من دول الخليج تحاول على قد ما تقدر تنهك منظومات الدفاع الجوي، عشان بالتالي ما يبقاش في أولوية لإسقاط الصواريخ اللي رايحة على إسرائيل. لأ هو already أنا صواريخ الدفاع الجوي دي إنتاجها ضعيف جدًا، ضعيف جدًا ومُكلِف جدًا. يعني أنت عشان تنتج صواريخ دفاع الجوي أنت ممكن في السنة مثلًا أمريكا بتنتج في كذا منظومة منهم patriot وTHAAD ممكن ما يكسروش مثلًا ال150، 200 صاروخ في السنة، بينما إيران ممكن بتضرب آلاف الطيارات المسيرة ومئات الصواريخ. فاللي بيحصل إن المخزون بتاع الصواريخ دي بيقل، وعشان تعوّضه بتاخد سنين. فبالتالي أنت لمّا تيجي النهارده تضرب صاروخ، لأ أنا هاضرب اللي هيقع عليَّ، مش هاضرب اللي رايح يضرب جاري، كل واحد يخاف على نفسه. فده جزء برضه من الأسباب اللي بيخلّي إسرائيل تضرب القواعد اللي موجودة في الخليج. طب نيجي بقى لنقطة كمان، ليه إيران النهارده بتضرب ساعات بنية تحتية خاصة بدول الخليج؟ إيران بتعمل كده عشان تخلّي تَمَن الهجوم عليها كبير جدًا. بمعنى، أنا النهارده في خلّينا نحط شوية نقط الأول. إيه هو مضيق هرمز؟ مضيق هرمز دوّة مضيق مائي عرضه في أضيق نقطة فيه حوالي 33 كيلو، بيعدّي منّه حوالي 20% من الغاز والبترول في العالم. النهارده العالم already عنده الإنتاج الفعلي للغاز والبترول، أغلبية الاحتياطي بتاعه هو موجود في دول الخليج، يعني الدول الخليج هي اللي بيبقى عندها فائض تعوّض نقص لو في دول تانية امتنعت عن التصدير. النهارده دول الخليج كلّها بتصدّر تقريبًا الأغلبية الكاسحة من إنتاجها باستثناء السعودية اللي هي دلوقتي عملت خط اسمه شرق غرب البترول من البحر الأحمر للبحر المتوسط وبتبتدي تطلّعه. بغض النظر عن كده تقريبًا كل الدول الخليجية بتعتمد على مضيق هرمز عشان تصدّر النفط بتاعها والغاز الطبيعي. طيب إيه اللي حصل دلوقتي؟ إن طبعًا إيران عملت حظر إن السفن تعدّي من مضيق هرمز. اللي حصل دلوقتي إن سعر البترول غِلي. طيب إيه اللي يضرب أمريكا في حاجة توجعها؟ أمريكا عندها تسعير البترول رغم إن أمريكا عندها اكتفاء ذاتي actually من البترول والحاجات دي كلّها، بس أمريكا عندها نظام تسعير بترول بيعتمد على السعر العالمي. يعني أنا النهارده لو سعر البترول غِلي في العالم، أنت هتروح بكرة الصبح مش زي عندنا هنا مثلًا في مصر، الحكومة لازم تعمل مثلًا اجتماع وتشوف وتقول لك لأ إحنا هنغلّي سعر البترول عشان هو غِلي والكلام ده مثلًا كل 3 شهور أو تقلّله لو قَل. لأ هناك تسعير البترول بيتم وقتي، يعني أنت ممكن تنام بالليل تصحى الصبح تلاقي سعر البترول غِلي، تمام، ويقل وقتي، هو أوتوماتيك مع نفسه على حسب سعر السوق. فاللي إيران بتعمله النهارده ترامب عنده انتخابات شهر 8 انتخابات الحزب الجمهوري اللي هو منه. الحزب الجمهوري عنده أغلبية في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب، اللي هو ترامب بيحتاج يطلّع أي قرار يمرّر القرار بتاعه من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فاتورة بقى مثلًا الميزانية الحكومية أيًا ما كان، بيحتاج يمرّره من خلال مجلسي النواب والشيوخ هناك في أمريكا. طيب إيه اللي هيحصل؟ الشعب الأمريكي معروف إن هو عنده أسعار البنزين خط أحمر. دلوقتي تقريبًا أسعار البنزين هناك في أمريكا الجالون واصل ل$4 وده عالي جدًا. فبالتالي ده بيخنق المواطن الأمريكي
الامريكان سيتيزن دلوقتي ما بيلاقي ان كل حاجه بتغلى مع البنزين، وبالذات البنزين، لان هو ممكن يصرف فلوس كتيره جدا جدا فعلا على البنزين بالذات لوحده. طيب بالتالي ايه اللي حاصل؟ ايران بتخلق ازمه عالميه عشان تضغط على ترامب داخليا بان هي وقفت تصدير البترول من خلال ضرب البنية التحتية لدول الخليج وقفل مضيق هرمز. في تصعيد لو حصل من جانب ترامب ان هو ضرب البنية التحتية الإيرانية بتاعة البترول، إيران بالتالي هتضرب البنية التحتية في دول الخليج. وده اللي حصل فعلا من فترة، ساعة ما ضربوا مصفاة للنفط في إيران، راحت إيران ردت ضربة قطر، حصلت مشكلة كبيرة. بس اللي حصل إن إسرائيل هي اللي ضربت لأن إسرائيل بتحاول تستفز الدول العربية إن هي تخش الحرب ضد إيران. فبالتالي في ردع متبادل، يعني أنت ما تجيش جنب منشآت الطاقة بتاعتي عشان ما أجيش جنب منشآت الطاقة بتاعت الخليج، ما اضربهاش في دول الخليج. فبالتالي ابتدي ارفع سعر البترول، تحصل صدمه في اسعار البترول. بدل هو سعر البترول قبل الحرب كان وصل ل $65، النهارده سعر البترول بنتكلم في اكتر من $100. اكسبكتد لو الحرب طولت ان هو يوصل ل 150 و200 دولار. فبالتالي احنا بنتكلم النهارده على كارثه بكل المقاييس لو ايران ضربت البنيه التحتيه، لان ممكن المضيق لو اتقفل واتفتح فتبتدي تدريجيا اسعار البترول ترجع تاني تنخفض. انما لو بنيه تحتيه ضربت، يعني ايران ضربت بجانب القواعد تستهدف البنيه التحتيه، ضربت مصافي النفط، مصافي البترول، حقول انتاج الغاز الطبيعي، كل الكلام ده هيحصل صدمه في الاسعار في العالم. خصوصا ان دوله كبيره منتجه للبترول اللي هي زي روسيا هم عاملين عليها عقوبات. اوروبا بطلت تستورد غاز من روسيا وكانت معتمده على قطر بعد الحرب من روسيا واوكرانيا عشان يعاقبوا روسيا. بالتالي هيرجعوا تاني غصب عنهم يرجعوا لروسيا يستوردوا منها غاز. ترامب حط قرار مؤخرا ان هو رفع العقوبات جزئيا عن النفط الروسي عشان يبتدي يبيع النفط الروسي في السوق فيهدي من الاسعار شويه. اخد قرار ان هو يرفع العقوبات عن النفط الايراني نفسه عشان يقلل السعر بتاع النفط في السوق. فبالتالي السؤال بتاع ان احنا النهارده ليه ايران بتضرب؟ ايران ما عندهاش القدره ان هي تضرب خالص امريكا في ارضها، ولكن عندها القدره ان هي تاذيها في مصالحها بشكل كبير في الشرق الاوسط، بحيث ان هي تخلي حلفاء امريكا اللي هي دول الخليج. دول الخليج تعتبر حلفاء لامريكا، في اتفاق متبادل بين امريكا ودول الخليج على تقديم الحمايه مقابل وجود القواعد الامريكيه ديت. فايران عايزه تخلق معادله جديده في ان وجود القواعد ديت هو مش بيقدم الحمايه لدول الخليج. الحمايه دي مش مجانيه خلاص، انتوا بقيتوا داخل نطاق الاستهداف. لو امريكا النهارده ابتدت تاخد خطوات ضد إيران ممكن تدمر البنية التحتية والدولة الإيرانية، إيران هتبتدي تتخذ خطوات، طبعا يعني بعد الشر على دول الخليج، إن هي تدمر وتضرر البنية التحتية في دول الخليج. فبالتالي دول الخليج إيران عايزة توصلها لمرحلة إن هي تضغط على أمريكا إن هي توقف الحرب. إيران بتستغل ضربها لدول الخليج عشان تخلي دول الخليج تضغط على أمريكا وإسرائيل إن هم يوقفوا الحرب على إيران، بالعكس ويقدموا كمان تنازلات وتعويضات لإيران. لأن في الأول في الآخر هو ترامب كان فاكر إن هو يخش يضرب ينهي. هو موضوع إن هو النهاردة كان خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قبلها، وشاف إن الموضوع عدى كده، والموضوع ده اداله زي ما يكون كده زهوة، اللي هو أنا قوي جدا، عندي أقوى جيش في العالم. فقال إن هو يخش يقتل المرشد الإيراني، يقتل قادة الصف الأول كلها، يضرب الأهداف العسكرية، هيلاقي إيران هتستسلم في 3 4 أيام. بس لو ما عملش حسابه إن الموضوع في إيران، نظام في إيران هو مش مبني بنفس الصورة اللي مبني فيها النظام الفنزويلي. النظام الإيراني هو مرجعية دينية، يعني القيادات كلها بتعتبر إن المرجعية في الحياة وفي الفتاوي وفي الدين وفي كل الكلام ده هو قائد الدولة اللي هو المرشد الإيراني. مش شخصية سياسية زي ما نيكولاس مادورو كان موجود والحزب بتاعه ممكن يستبدله على طول. لا، هو شخص محوري جدا في الدولة بتاعته. فبالتالي ما مشيش الموضوع زي ما ترامب كان متوقع ان هو هيضرب الضربة بتاعته زي فنزويلا ويخرج ويكون منتصر. لا، هو الموضوع مشي عكس كده، وكل ما الحرب دي تطول هي ضد مصلحة ترامب.
ومصلحة حزبه ومصلحة إسرائيل ومصلحة كل الدول الغربية بشكل مطلق. وكل ما الحرب دي تطول كل الناس هتأثر بيها، سواء في الدول العربية أو في الدول الآسيوية أو في الدول الأمريكية. العالم كله معتمد تقريبا على بشكل أو بآخر على البترول الخليجي. الهيدروجين اللي بيخرج مع الغاز المسال في الخليج بيستخدم في صناعات متطورة جدا، في صناعة الرقائق. الغاز نفسه بيستخدم في تدفئة البيوت في أوروبا وفي تشغيل المصانع. البترول طبعا لا غنى عنه في المصانع الصينية اللي لازم تستورد الطاقة الرخيصة عشان تشغل المصانع بتاعتها عشان تصدر للعالم. وفي نفس الكلام في اليابان، نفس الكلام في دول كتير، نفس الكلام في أمريكا ذات نفسها اللي لو الأسعار فيها غليت 1,000,000% هتبقى ضربة قاتلة للحزب الجمهوري بتاع ترامب، هيخسر في الانتخابات الجاية. عشان كده ترامب عايز يخلص الحرب دي بأي طريقة من الطرق، وهو متذبذب أصلا. يعني هو كل شوية يطلع يقول كسبت الحرب، إيران بعتت لنا هدية، هم عايزين يعملوا ديل معانا، دمرت كل حاجة في إيران، المواقع الإخبارية المزيفة هي اللي بتقول إن إحنا ما كسبناش. هو أكشلي ترامب بيخسر الحرب. بيخسر الحرب ليه؟ لأن الدول الأوروبية حلف الناتو ما تدخلش معاه زي ما هو كان متوقع، كان عايز حلف الناتو يضرب معاه في إيران ويعدي سفن ماضي قونص. حلف الناتو والدول الأوروبية بلغت إن هي مش هتتدخل، ملهاش علاقة. بريطانيا نفسها اللي هي من أوثق الحلفاء لأمريكا قالت إن إحنا مش موافقين نستخدم القواعد بتاعتنا في خدمة الحرب ديت إلا في أغراض دفاعية بحتة. يعني أنت مالكش الحق إن أنت تهاجم إيران من القواعد بتاعتنا. حتى ترامب اعتبرها خيانة إن هو إزاي بريطانيا تعمل معايا كده. وكل شوية يطلع يتريق على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ويقول عليه جبان ويقول عليه الكلام ده كله. ترامب ما عندوش مخرج، أسوأ. أحسن المخارج عنده سيئة جدا، سيئة جدا. هو حط نفسه في معضلة كبيرة عشان اللوب الصهيوني اللي هو بيسيطر على السياسات الأمريكية واللي بيتبرع له بفلوس كتير جدا، بيأثر على قراراته. جوز بنته اسمه جاريد كوشنر. جاريد كوشنر ده هو يهودي متصهين جدا وهو مؤثر كبير جدا على قرارات ترامب. ترامب نفسه شايف ان هو يعني إسرائيل كدولة وجودها هنا دوت according to the Old Testament اللي هما بيسموه يعني العهد القديم، اللي هو المفروض ان هو إسرائيل تبقى موجودة. كل اللي موجودين في الإدارة الأمريكية دلوقتي أصلا هم فاناتكس، هم مجموعة أشخاص معتبرين إنهم بيقيموا حرب دينية. وزير الدفاع كان ناقش تاتو حطه على دراعه مكتوب عليه كافر. ده حرفيا دي حاجة حقيقية، هو كاتب هنا تاتو على الدراع بتاعه كاتب عليه كافر. حاطط الصليب بتاع الحملات الصليبية على صدره، اللي هو الكروسيدرز. هم احنا عارفين طبعا المذابح اللي كانوا بيرتكبوها ايام ما كانوا بيغزوا القدس وكده، او بيحتلوا القدس. وزير الخارجية مارك روبيو دوت معروف ان هو برضو شخص صهيوني جدا. طلع مرة في مقابلة راسم كدهوت كروس على أورته. ترامب ذات نفسه في أول فترة رئاسية ليه أول حاجة عملها إن هو منع إن أي مواطن من 7 دول إسلامية يجي ويتكلم في مقابلات عن الإسلام والمسلمين بطريقة بشعة في أول دورة رئاسية ليه. فإن دل على شيء يدل إن هم عنصريين صهيونيين بينفذوا أجندة معينة بتخدم حاجة اسمها اللوبي الصهيوني. تمام. تقريبا دول الخليج متوسط إنتاجها يوميا هو 20 مليون برميل بترول. خط شرق غرب بحد أقصى يقدر يحمل 7 مليون برميل بحد أقصى. فده غير إن الكلام ده مربوط بمنظومة الطاقة السعودية. يعني حقول النفط السعودية مربوطة بأنابيب تقدر تطلع البترول ده دايركت توديه على ميناء ينبع في البحر المتوسط. تمام. تنقله من فوق من البحر الأحمر، تنزل البحر المتوسط، تبتدي تحط النفط ده على ناقلات وتطلعه. وده على فكرة من الأسباب اللي خففت الصدمة اللي موجودة في أسواق الطاقة في سعر البترول. ولكن طبعا الخط الأمامي ده موجود أصلا تقريبا من التمانينات، وهو حاجة من الحاجات اللي أنقذت السعودية، بس ملوش مثيل في أي دولة تانية، ومش مربوط بمنظومات الطاقة في بقية الدول الخليجية. وفي نفس الوقت ما يقدرش يتحمل الإنتاج بتاعهم، لأن هو السعودية أصلا تقريبا بتنتج 10 مليون برميل نفط يوميا. السعودية قادرة توصل ل7 مليون برميل نفط بفضل الخط دوت.
ولكن حتى السعودية ما تقدرش تصدّر كامل إنتاجها من خلال الخط ده.